هلا، صار هواية مسوين. تعالوا خلينا نسوي كيكة الشوفان. هذا شنو؟ هذا تمر اني فلسته وخليته على الطبخ ويا شنو، ويا حليب ويا فانيليا، لانه الشوفان عندي ما مطحون. هاي شنو؟ هاي تفاحة عرموطة وموز مبروش مثل ما تشوفون، اكيد شوفان، بيضتين، دارك شوكليت، هاي فول سوداني، وهذا زبيب اشقر ولوز، هذا بذر الحب عباد الشمس، وهذا شنو؟ هذا جوز هند، هذا العسل بس اللي حستخدمه، استخدم وياه ايضا بذور الشيا وبذور الكتان وسمسم بيكنج باودر، وحسوي بهذا القالب. تعالوا خلينا نسوي خطوة خطوة. شوفوا هذا الحليب والتمر، شوفوا التمر شلون انهرس، انا بس فلسته وخليته على الطبق. طبعا انا احتاجه يكون دافي، ليش؟ حتى الشوفان من يتشرب. هسه راح حبدي اخلي المواد السائلة وبعدين وراها اول راح اخليها. هسه عندكم الفاكهة اللي هي تفاح قلنا وعرموط وموز، اوكي، ونخلطها. خليها من الدارك شوكليت حتى تذبل، يعني تموع العفو وياها. ساخبطها واجيكم. مثل ما تشوفون الشوكولاتة ذابت. هسه خليتها بذور الكتان، بذور الشيا، وهاي حخلي سمسم، نخبطها ونجي. هسه هاي البذور هم راح تتشرب. هسه شو نخلي جوز الهند، نخلي بذور عباد الشمس، نخلي شنو يا عيوني، نخلي اللوز، ونخلي احنا نسميه بالعراقي كشمش اللي هو زبيب اشقر. هسه شنو هاي؟ خليت بيضتين، خلطت. تشوفون شلون صار السماكتها؟ بعدني ما خلى شوفان لحد الآن. خلي نخلط ونرجع لكم. هسه حخلي شنو؟ فول سوداني، ونخلط ايضا. وصلنا شنو؟ وصلنا لمرحلة العسل. يا عسل، تشوفون ايش قد؟ 3 ملاعق عسل لكل الكيكة. طبعا سابقا كنت اسمع يقولون نخلي ذرة ملح تبرز لك النكهات، ما كنت يعني اؤمن بهذا الموضوع، شلون ذرة ملح بالشي الحلو تبرز النكهات، الى ان جربته وفعلا ذرة الملح تسوي فرق حرفيا. خليت عليه ذرة ملح. هسه شنو؟ هسه بيكنج باودر خليته، راح اخلطه حتى بعدين اخلي الشوفان. شوفوا البيكنج باودر بعد جديد، شوف شلون تفاعل. شوفوا، حبيت اشوفكم السماكة اللي صارت عليها. هاي كليتها لحد الان ما خلينا احنا الشوفان. شوف حتى لونها تغير بسبب الدارك شوكليت، بسبب التمر اللي خليناه. شوف شلون صار، حتى لونها صار حلو، وريحتها ما احكي لكم جدا 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 يومي. هسه هذا عندكم شنو؟ هذا قوامها بعد خليت عليها الشنو يا عيني، الشوفان. شوف شلون صارت. ايش راح اسوي اني باع؟ راح اسويها بهذا البايركس، ما خليت له غير بس زيت الزيتون. هذا يسموه زيت الزيتون البكر من جوا، احنا ما نستخدم لا طحين لا اي شيء، فبس راح اكتفي بزيت الزيتون وما راح تلزق صدقوني. هسه مثل ما تشوفون خليناه بالبايركس. ايش راح اسوي هسه؟ راح اضيف له على الوجه شنو؟ هذا المحمص، الفول السوداني المحمص، وادخله للفرن. راح اخليه على درجة حرارة 100 وبس من جوا الى ان يبدي احسه يستوي. بعدين افتح من فوق، ما بقي هواي من فوق لانه هو اصلا اوريدي ما راح يحتاج. يلا تعالوا نخليها بالفرن. هسه هاي الكيكة طلعت من الفرن، شوف شلون صار شكلها. وعلى فكرة يعني لينة مو يابسة. هسه شو اسوي؟ راح اخلي عليها خاولي واعوفها فترة، بعدين اطلعها واقسمها واشوفكم شلون صار شكلها. بعد شوف هاد شكلها بعد التقطيع هيجي. هالكيكة ما احكي لكم طعمها خرافي، يعني يجنن. ولا حتصدقون انه بدون زيت بدون شكر، صحية وطبية وتفيد مرضى السكر.
وساهمنا وساهمكم العافية.